السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين مع بعض هنعملوا اكل ايه جديدة. ايه هي يا طنط؟ البفتيك الكداب. البفتيك الكداب يعني احنا مش عارفه، احنا كده داخلين النار داخلين النار، كل حاجة بقت كدابة عندنا. هحتاج لحمة مفرومة. مقاديره بقى، هحتاج لحمة مفرومة نص كيلو الا ربع، الكمية اللي ايه اللي تكفي عدد اسرتي. وهبشر عليه بصلاية وبهاراته بقى عبارة عن ايه: بصل بودر، 7 بهارات، ملح، فلفل اسود، بابريكا، حبهان، توم بودر، بيكربونات اللي هي بيكنج باودر، معلقه صغيره بيكنج باودر. بحط كل البهارات دي على بعضها، بنزلها كده عليه، وبكسر عليه بيضايه، وهعجن كل دول مع بعض بايدي. ولو احتاج لقيته مثلا لقيت العجينه كده ايه طريه فيها نسبه سوائل، هحط لها معلقتين بقسماط او معلقه بقسماط. بعد ما اعجنها كويس بقى بايدي، هعمل فيها ايه: عندك كبه خديها حته حته واضربيها في الكبه. ليه؟ عشان تتماسك مع بعض. ما عندكيش كبه، عندك المفرمه، خديها في المفرمه. ما عندكيش لا ده ولا ده، اعجنيها عجنه حلوه قوي بايدك اكنك بتعجني عجين. يعني مش مجرد ان انت تهرسيها كده بايدك، لا، بتعجني عجين. تعجنيها كده اكنك بتعجني عجينه، وسيبيها ترتاح. وابتدي ايه هنبتدي بقى نقطعها مع بعض. يلا بقى نشتغل واحده واحده، بس انا هقفل واعجنها. انا بس رجعت لكم تاني عشان اوريكم انا بعجنها ازاي. يعني انا اكني بعجن عجينه، بحب كده بتدخليها في بعضها كويس قوي. بس لقيتي حته بصله كده كبيره طلعيها عشان ما تطلعش في بقك، هتبقى ايه شكلها ايه غريب في الايه في البفتيك. يعني هو كداب، بس احنا ايه نحاول على قد ما نقدر ايه يعني ما نخلوش يروح النار قوي. بس بقى كتر ما انت بتمسكيه ببعضه بتحسيه ان هو ايه بيتماسك معاكي. بعد بقى ما عجنتها كده عجنه حلوه، هبتدي اقطعها كده ايه كور كده، اقسمها كده كور. اخد كميه اللحمه اللي انا عاملاها واقسمها كلها كده ايه كور. ودلوقتي بقى بعد ما قسمتهم كده كلهم كور، هبتدي اجيب كيس تلاجة، هفتحه، هرش فيه بس كده رشه زيت عشان ما يلزقش فيه، وهياخد حته، وهبتدي ابططها. مش هديها اي شكل، يعني ملهاش شكل كده، يعني هي شكل عشوائي خالص. كده بططتها. ده السلوفان بتاع الهمبرجر اللي انا بعمله. عندك ما عندكيش، على كيس. بس بقى انا بقى رشه الزيت اللي انا حطيتها بتنفعني في ايه؟ بتخليها تطلع معايا بسهوله ما تلزقش. بس كده بقت سهله ازاي؟ بسبب رشه ايه الزيت اللي انا حطيتها. انا بقى عشان عندي ورق البرجر دوت هحطه عليه واقسمهم كده. ده كيس تلاجة. هحط كده فواصل ما بينهم، وابتدي اعمل كل الكميه بنفس الطريقه. اعملي كده، بنضغطه كده، وببتدي افردها كده ايه زي ما تتفرد معايا. وبص برضك حجم الحته ايه كده حلو معقول، ولا كبيره قوي عشان تعرفي تمسكيها لما تبتدي تحطي لها البيض والبقسماط. بس احنا هندخلها في التلاجة تشمع معانا شويه قبل ما احطها في البيض والبقسماط.
بس بقى هخلص كل الكميه بنفس الطريقه دي. بس اهم حاجه بقى لما تفرديها تفرديها كده ايه، ما فيهاش حته تخينه وحته رفيعه، خليها كده متساويه. ولما تحطوهم كده ما تحطوش كتير فوق بعض، عشان برضك ايه يخشوا التلاجة يشمعوا شويه، عشان نلحقوا نعملوا ايه الغدا بتاعنا. يلا خلاص بقى الكميه واجيلكم. وكده يا بنات انا خلصت كميه اللحمه، هندخلها بقى في التلاجة تشمع شويه، يعني تجمد شويه عشان اعرف امسكها بقى واعملها بقى بالبيض والبقسماط. ماشي، هسيبها كده بردك ساعه كده، تاخد لها ساعه وارجع لكم تاني. بصوا بقى الورق اللي انا عاملاه فاصل، بصوا بقى كده مسهل عليا ان انا اعرف امسكها ازاي واطلعها واخدها في ايدي كده، تبقى ايه سهله معايا. ادخلها بس التلاجة ساعه وارجع لكم. ودلوقتي بقى كده يا حبايبي هبتدي احضر عشان ايه اتبل البفتيك الكداب. احنا هنخش بسبب الكدابين دول كلهم النار. هحتاج بيضتين، هحط عليهم ملح وفلفل اسود، وبرضك هحط على الدقيق رشه كده فلفل اسود، وعلى البقسماط عشان ما يبقاش الحاجه دي ملهاش طعم، بس ما تكتروش عشان احنا متبلين اللحمه ذات نفسها. بصوا بقى كده لما ركنته، انا مغطيه وشه، لما ركنته بصوا بقى مسك نفسه ازاي، ان انا اعرف ايه اتعامل معاه. لازم على قد ما تقدري تحطيه وقت في التلاجة، يا اما تعملي حتى من بالليل في التلاجة. عشان ده بس المهم كده ايه يتدوبوا حلو. الفلفل الاسمر ما بيدوبش. انا بالنسبه لي بيبقى اسهل حاجه ليا التتبيله الكيس، عشان بعرف كده ارفعه كده وارفعه كده وايه واظبط ايه التتبيله فيه. اول حاجه هنزله في الدقيق، بس بقى عارفه اتحكمه وامسكه ازاي. هنزل كله في الدقيق، وبعدين هنزل في البيض، هنزل في البقسماط اكنك بتعملي بانيه عادي او اسكالوب عادي. بصي بقى ماسك نفسه ازاي. هخلص الدقيق بقى كده كله واجي لكم تاني. بعد بقى ما بدرتهم كلهم كده زي ما انتم شايفين بالدقيق، بنزلهم في البيض، بس ما باخدهمش بايدي عشان ما ايه ما يحصنيش. باخدها كده اهوت وبحطها في البقسماط. وبالكيس بعمل كده، بتبقى الكيس بقى كده ينفعني ازاي، بس مع التصوير هيبقى الكيس عامل دوشه. تضغطي بس كده عليها بايدك عشان البقسماط يمسك معاكي، وبتمسكي الطبقيه كده بمنتهى الايه السهوله. وبفردها بردك تاني كده في الصينيه. وهكذا لغايه ما تخلصي الكميه كلها. خلص الكميه بقى ونقلهم سوا مع بعض. ودلوقتي بقى هنعمله الحلو مع بعض. الحلو هعمله عباره عن ايه؟ بسكوت بالكاستر. هعمل البسكوت هطحنه وهحطه في الكاس من تحت، واحط عليه الكاستر، وبعد كده هحط عليه الكراميل بتاع الكاستر.
كده انا هحتاج اللبن، هفضي الكاستر على النار وهبتدي اطحن السكر البسكوت. كده انا فضيت الكريم كراميل هنا وهنزل عليه بس بالسكر، على كل باكو كده ايه معلقه سكر، وابتدي احطه على النار. هقلب على البارد كده الاول وبعد كده هرفعه على النار. اودي بقى ده كده على النار. ودلوقتي كده الكاستر خلاص اهو، هبتدي اصبه بقى ايه في الكاسات بالتساوي. وده كده يا بنات الشكل النهائي. بصوا بقى كده لما قلينا البفتيك الكداب بتاعنا، مش عارفه هنروحوا فين في الاخر احنا. وعملت جنبه حبه سلطه، وعملنا مكرونه بالصلصه، وكان باقي عندي سمبوسه عملتها. وده الحلو بتاعنا اللي هو الكريم كراميل بالبسكوت، والعصير عصير مشمش. ودي كانت سفره الجمعه بتاعتنا. جربوها، مستنيه ارائكم وتعليقاتكم، ما نحرمش منها ابدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.